مباراة اليوم. نحن بصدد مشاهدة مباراة دولية مثيرة بين منتخبين مميزين أمامنا على أرضية الملعب. أمامكم تشكيلة الفريق المضيف واللي راح يلعب على ملعبه بين جماهيره. اليوم يلعب بأكثر حذر باعتماد خطة ال4-5-1 التقليدية. كرة القدم دائما ما تحقق ما يفشل فيه الجميع. هي قادرة على توحيد الشعوب وتطهير النفوس. عندما تأهلت كوت ديفوار لكأس العالم في 2006 لأول مرة في تاريخها، كان ذلك سببا في توقف الحرب الأهلية وبدء مفاوضات السلام بين الأطراف المتنازعة في ذلك الوقت. الآن نستعرض تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم. فريق رح يلعب بتشكيلة 4-5-1 الهجومية. نبدأ المباراة مع ركلة البداية. إبراهيم، أحمد المحمدي، تسديدة يا رباه وتبعد الخطورة. يستعيد الكرة في منتصف الملعب، يراها بشكل ممتاز. فرصة للكرة، عرض بيلعب لكرة. الهدف الأول في المباراة، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية، يا لعيب، شوف اللقطة يا الله، شوف كيف لعب الكرة، شوف اللعبة. هذه اللقطة ما كان فيها مجال المدافعين، كرة كانت مستحيلة على حارس المرمى. عودة إلى المباراة مرة أخرى والمنتخب المصري يتقدم في النتيجة. الكرة مع المنتخب المصري ليهاجم في هذا التوقيت. يستعيد الكرة مرة أخرى، روح قتالية، الله على الروح القتالية. الكرة الآن مع الفريق الخصم. عبد الله السعيد، محمد عبد الشافي، تمرير الكرات يتم بشكل مميز ولعب الشوت، فرصة أمام المرمى. مستحيلة هذه الكرة، خلصها الحارس، أبعد هدف محقق، حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب، الكرة في المرمى، أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. تماس لمنتخب الفراعنة. عبد الله السعيد، أحمد المحمدي، يبعدها من مناطق الخطر. طارق حامد، هذه تصويبة يا رب، هدف للفراعنة. الله على هذه الكرة،
أعتقد بأن الأمور انتهت بعد هذا الهدف. الفارق أصبح كبير، ولا أعتقد بأن من الممكن تغيير مجريات الأحداث. هدف ملعوب جاء من لاعب جماعي مميز. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم. واضح أن المباراة تنتهي. انطلاقة في الهجوم، مرور ممتاز من خط الدفاع. كرة صعبة جدا، حارس المرمى تمكن من الإبعاد. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. عبد الله السعيد، إبراهيم يضرب الآن، ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. ركنية ننتظر تنفيذها، بيرسل الكرة لوسط المنطقة، بيلعب لكرة. يا رب، أي ثقة وأي هدف، أي سحر وأي إبهار. متعني متعني متعني. من ضربة ركنية هرب من المدافعين، وضع الكرة في الشباك. عمل الجهاز الفني واضح، بصمته واضحة في تنفيذ الكرات الثابتة بهذا الشكل لتصل إلى المرمى بهذه الطريقة الرائعة. هجمة بتنتهي بعد قطع الكرة، تحت الضغط في هذه اللقطة. إبراهيم، طارق حامد، محمد عبد الشافي. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الأطراف. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. أحمد فتحي، عبد الله السعيد، وتبعد الخطورة. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. بمبدأ الأمان خلص المدافع. الأمر يصبح مختلفا على الصعيد الدولي. بعد شوط أول كان من جانب واحد، نتمنى بأن يكون شوط المباراة الثاني مختلف، وأن نشاهد على الأقل شوية ندية وإثارة بين الفريقين. عبد الله السعيد، تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. تسديدة، يا رب، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. سيطرة واستحواذ للمنتخب المصري. محمود كهربا، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، طارق حامد. يتحرك زميله ويفتح اللعب ويطلب الكرة، بيرسل الكرة. ننتظر طريقة تنفيذ الضربة الركنية، تنفذ قصيرة. تصدي ممتاز من الحارس للكرة الرأسية. كرة جميلة لكن تقطع. أول 45 دقيقة كانت جيدة على الأقل، تقدر تقول أنه قدم أداء مرضي، ويمكن أن يقدم ما هو أفضل في شوط المباراة الثاني. لعب وقدم مجهود كبير وقدر أنه يسجل هدف وساهم في تقدم فريقه مع نهاية الشوط الأول. تغييرات الفريقين في نفس التوقيت. جيمس،
ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. تماس الآن. رمضان صبحي بيلعب للكرة، فرصة أمام المرمى بانتظار تنفيذ الركنية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه انقاذ ممتاز الكرة من على خط المرمى طارق حامد. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية، تشتيت للكرة الماضية، كم في الوقت المثالي ابعاد لهذه الكرة من على خط المرمى. هدف محقق بيضيع، فرصة بتروح. واضح ان مدرب الفريق الضيف راح يجري التغيير الآن. توقع جيد في قطع الكرة، كرة في الجناح. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. يا سلام على التمريرات، مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء، في تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة. الله على المهارة. كرة تصطدم في الدفاع، تخرج إلى ضربة ركنية. تغيير في تشكيلة المنتخب المصري، بعيدة جدا عن المرمى، تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز للدقة، ركز فقط على القوة. يلمس الكرة لكنه ما سيطر عليها. رمضان صبحي يبعد الخطورة في هذه الكرة. هذه تصويبة، متبقي 5 دقائق على نهاية أحداث اللقاء. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. تسديدة يا رباه. الحكم يعلن عن إضافة دقيقتين. كرة خارج السيطرة. رمضان صبحي، على الرغم من أن المباراة لم تحمل أي صفة رسمية، لكن ما شاهدناه في الملعب يؤكد بأن المنتخب الفائز لم يخوض هذه المباراة في إطار